مانديلا في فلسطين. وأخيرا بعد معاناة خاضها المناضل العالمي نيلسون مانديلا صديق فلسطين، أفرجت سلطات الاحتلال عن نصب مانديلا بعد شهر كامل احتجزته على الميناء. نصب مانديلا هو هدية من بلدية جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا إلى الشعب الفلسطيني وبلدية رام الله عقب زيارة رئيسها المهندس موسى حديد إلى جوهانسبرغ، وكثمرة للتعاون بين المدينتين. الرحلة كانت صعبة وانتهت قبل لحظات بالإفراج عن المناضل الأممي نيلسون مانديلا، اللي لم يكتفى باعتقاله 28 عام في سجون الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ليتم احتجاز نصبه لدى سلطات الاحتلال لمدة تزيد عن شهر. اختار مانديلا أنه يكون في فلسطين كأول دولة بعد وطنه الأم لارتباطه الوثيق بالقضية العادلة للشعب الفلسطيني. رام الله الآن تستعد لاستقبال هذا النصب الذي يعتبر أول خروج لمانديلا خارج جنوب إفريقيا ليكون سفير الحرية والعدالة الحاضر دائما فينا، ملهما لنا ولأسرانا بأن السجون لا تقفل. مسيرة وصول واحتجاز النصب الذي يرتفع 6 أمتار عن الأرض ودخوله إلى مدينة رام الله لم تكن ببعيدة عن التمييز العنصري الذي حاربه مانديلا ليكون سفيرا للحرية خارج بلاده. أن علاقة شعب وحكومة جنوب أفريقيا مع شعب وحكومة فلسطين هي علاقة استراتيجية وعلاقة عميقة وعلاقة تاريخية، وبهذا السبب نحن اليوم نتحدث عن تمثال الرحيل نيلسون مانديلا في بلدة رام الله. ولكن هذا المشروع المميز وتاريخيا أول مرة نشوف أن هذا التمثال يقوم في الشرق الأوسط، والبلد الأول يقيمها هي دولة فلسطين. مانديلا في رام الله، وأخيرا انتظرناه كما ننتظر الإفراج عن بطل من أسرانا من سجون الاحتلال. نصب مانديلا سيوضع في ميدان قامت بلدية رام الله بإنشائه ليصبح معلما سياحيا يقصده الزوار، خاصة وأنه المجسم الأول لمانديلا خارج وطنه. إن وجود هذا المجسم في مدينة رام الله له رمزية خاصة للشعب الفلسطيني، كون مانديلا يعتبر رمزا عالميا للسلام وملهما للشعوب التي تتوق إلى التحرر والحرية، خصوصا أنه أحد أهم رموز العالم التي دعمت الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه واستقلاله. وكان صديقا للقائد الشهيد أبو عمار ومدافعا شجاعا عن حقوق الفلسطينيين في العديد من المحافل الدولية.